اهلا يا برو، اكيد سمعت عن منظمه SCP اللي لحد دلوقتي محدش عارف سيره اساسها ايه، وبيتقال ان الهدف من المنظمه ديت هي مطارده الكائنات الخارقه والغريبه والقبض عليها. والمنظمه ديت مستقله استقلال تام بذاتها، يعني محدش من الحكومه او من السلطات ليه حكم عليه، يعني هي اللي بتتحكم في قراراتها مش حد تاني. والمنظمه ديت اشتهرت في سنه 2008، وده بسبب الموقع اللي هم نشروه على الانترنت. والموقع ده عليه كل الملفات للكائنات اللي هم قبضوا عليها، وعليه برضك التجارب اللي المنظمه عملتها على الكائنات ديت. ولحد دلوقتي لسه في كائنات جديده بتضاف للموقع. والمنظمه مقسمه الكائنات بتاعتها على حسب خطورتها لثلاث تصنيفات. والتصنيف الاول هو سيف، وده للكائنات اللي مش بتشكل خطر على البشر وتم دراستها بالكامل. والتصنيف الثاني اسمه يوكليد، وده للكائنات اللي بتعتبر خطر شوية على البشر. والتصنيف الثالث اسمه كتر، والكائنات صاحبة التصنيف ده تعتبر من أخطر الكائنات في المنظمة اللي ما اتعملش عليها تجارب خالص، أو اتعمل عليها تجارب بس التجارب ديت ما كانتش كاملة، لأنهم اعتبروها أخطر الكائنات على الجنس البشري فعليا. وتعالى أقول لك إيه أشهر الكائنات اللي اشتهرت في منظمة SCP. والكيان الأول وهو أشهر كيان فيهم اسمه SCP-173. وتصنيف الكائن ده هو التصنيف الثاني يوكليد، وهو عبارة عن كائن راسه كبيرة، لون بشرته أبيض، وعيونه كبيرة وبارزة من راسه، وأسنانه حادة جدا. ولو الكائن ده ظهر لك وأنت عايز تهرب منه بتفضل باصص في عينه وترجع ورا لحد ما يجيلك الفرصة وتعرف تهرب. بس معلومة، لو أنت حركت راسك يمين أو شمال وأنت بتبصله فراسك هتتكسر. والنوع التاني هو SCP-096، وهو برضك من التصنيف التاني يوكليد. والكائن ده شبه البشر في تكوين جسمه، بس مختلف تماما عن البشر في الطول، لأنه طوله بيوصل 240 سنتيمتر، وعنده فم واسع وأسنانه حادة وطويلة جدا، وطول دراعه 1.5 متر، يعني طول واحدة عرفة كده. ده غير كف إيده اللي فيه مخالب حادة جدا وكبيرة. دراسات المنظمة ديت أثبتت إن عضلات الكائن ده هزيلة، وإن جلده مفهوش دم، عشان كده مفهوش لون ولا شعر. وهو على عكس الكائن 173، لأن ده محدش بيبصله خالص، بيتكسف، ولو بصيت له هيموتك. هيبدأ ان هو يصرخ بصوت عالي ويجري وراك، وان مسكك هيقطعك لاجزاء. اما بقى لو انت ما بصيتش في عينه وما كسفتهوش مش هيكلمك ولا هيجي جنبك وهيفضل مكانه. والكائن الثالث هو SCP-106، ده تصنيفه يوكليد، وبيشترك في بعض الصفات مع الكائن اللي قبله، وده لانه جسمه على شكل هيئة جثة متعفنة وبتتحلل، وجسمه مفهوش عضلات خالص. ودراسات المنظمة بتقول ان الكائن ده يقدر ان هو يقعد ايام متتالية مستني الفريسة بتاعته او الضحية بتاعته، ولما الضحية بتجيله بيقتلها بطريقة غريبة جدا ومخيفة، وده عن طريق انه هو بس بيلمس الضحية وهي بتتحلل لوحدها. واللي يفزعك ان الضحية بتبقى عايشة كمان وهي بتتحلل. والمنظمة بتقول كمان ان هو بيقدر يخترق الحيطة والاجسام الصلبة. قول لي انت بقى رأيك ايه في الموضوع بعد اللي سمعته ده؟ هل الكلام ده فعلا حقيقة ولا حوارات؟